بسم الله الرحمن الرحيم. يعني عندنا حد تعبان فبنحاول نتلاشى الدهون وبنتلاشى التوابل وبنتلاشى يعني الزيوت والسمن والزبده والحاجات دي كلها. فهنعمل ايه؟ العصر ده فرحت اصلي وحطيت الفراخ دي كده حطها في الصينيه زي ما هي كده تمام. خدت تشويحه وجزء من التسويه لانها ما بتاخدش سوى البطاطس بتاخد اقل، فقلت اسيبها على ما اصلي واخلص الصلاه واخش اعملها. كنت متبلاها من امبارح كيفها في الثلاجه وعملتها كده وجهزتها. مقطعه بصل، هقلب البصل فيها طبعا حتى بصلتين كبار لان البصل حاجه صحيه جدا في الاكل ومفيد. وعندي 5 بطاطسات مقطعاها رقيق شويه يعني مش تخينه على اساس يبقى ايه. طبعا الفراخ متبله فمش هحط توابل تاني، فيها ملح وفلفل خفيف طبعا عشان الزفر كده ورشه صغيره بهارات تمام. هنزل باقي الحاجه وكده تعتبر خلصت الصينيه ما عدا القطه او الطماطم اللي هنضربها في الخلاط، فهسيبها شويه على النار على ما اطلع القطه واغسلها واضربها واجي اعملها. بسم الله الرحمن الرحيم. سبتها حوالي دقيقتين على ما غسلت القطه وضربتها. بنزل طبعا الفلفل تحت عشان التسويه وببدا احط الطماطم. انا ليه بخليها كده شويه؟ علشان هي تنزل السوائل الميه بتاعت البصل والسوائل بتاعت الفراخ وبعدين ما احطش طماطم كتير. انا يعني عشان الكميه كبيره فحطيت شويه، هما دول كده حوالي اقل من نص كيلو. هي هتشرب اللي تشربه وبعدين هحطها في الفرن. لما تستوي شويه هحطها في الفرن تاخد وش، فكمان بينشف اي سوائل فيها. معلش حاجه قفلت في الموبايل لوحدها. هوطي عليها النار. هي فيها توابل كبيره هزود لها بس شويه ملح صغيرين، واحنا بناكل اصلا الملح خفيف جدا. خلاص هنمنع حوادق ونمنع الحاجات دي كلها. اي حد بيشتكي من نقرس بيشتكي من اي مشاكل في الكلى يمنع الاملاح، ودي نصيحه طبيه اساسا تمام. كده خلصنا. القوطه مش كتير على فكره، القوطه يا دوبك. هنغطيها ونوطي عليها النار ونسيبها تستوي على نار هاديه. خليها بس دول القوطه تحصلوا الطماطم عشان يتطعموا. وبكده تبقى خلصت صينيه البطاطس. نغطيها ونسيبها. طبعا غطيان الصواني دي مشكله، انك لازم تلاقي اكبر غطا حله عندك هتغطي بده.